بالسجل وبالفيديو. بعد فوز منتخب الشباب تحت 20 سنة بكأس العالم، تم استدعاء 7 لاعبين للأندية العالمية. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت سعيد بفوز المنتخب المغربي فيرجى الضغط على زر الاشتراك، ولا تنسى أن تعطر فمك بالصلاة والسلام على رسولنا العزيز. المنتخب المغربي تألق بشكل مذهل بفضل التنظيم الدفاعي القوي والروح العالية بين اللاعبين. 7 نجوم شباب سرقوا الأضواء، كل واحد منهم لعب دورا حاسما في تحقيق اللقب العالمي. ياسر الزابري كان القائد الهجومي للفريق وسجل أهدافا حاسمة، بينما عثمان معمة حصل على جائزة أفضل لاعب بفضل تألقه في الجهة اليمنى. إسماعيل باعوف كان حجر الزاوية في الدفاع بتصديات حاسمة وأداء رائع على الكرة الرأسية. وفؤاد الزهواني حامي الظهير الأيسر مما ساهم في تلقي المغرب هدفا واحدا فقط من اللاعب المفتوح طوال البطولة. ياسين جسيم أبدع في التمريرات والمراوغة، بينما الحارس يانس بلشاوش أنقذ المغرب في نصف النهائي قبل أن يشارك إبراهيم غوميز ويضمن نظافة شباك الفريق في نهائي ضد الأرجنتين. نجوم المغرب الشباب لم يقتصر تألقهم على البطولة فقط، بل جذبوا أنظار كبار الأندية الأوروبية. برشلونة يراقب ياسر الزابري كخليفة محتمل ليفاندوفسكي، بينما ريال مدريد مهتم بعثمان معمة. المواهب المغربية أصبحت حديث الصحافة الأوروبية، والسوق الكروي يشتعل على أفضل المواهب الشابة. ياسر الزابري يلعب في نادي فاماليكاو البرتغالي. عثمان معمة انتقل إلى واتفورد الإنجليزي، بينما إسماعيل باعوف يلعب في كامبور الهولندي. يانس بلشاوش وإبراهيم غوميز بدأوا مسيرتهم في فرنسا واختاروا تمثيل المغرب على مستوى الشباب. كل هؤلاء اللاعبون يجمعون بين الخبرة الأوروبية والروح المغربية، ما يجعلهم مستقبل الكرة المغربية الواعد. 7 نجوم شباب رفعوا راية المغرب العالمية وجعلوا العالم يتحدث عن الكرة المغربية. مع هذه المواهب الواعدة، المستقبل يبدو مشرقا، والأندية الأوروبية لن تبقى بعيدة عن هؤلاء اللاعبين الذين سيواصلون كتابة تاريخ المغرب الكروي على أعلى المستويات. إذا أعجبك هذا الخبر عزيزي المشاهد، أخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.